ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل شوية ملوخية. بصوا حاجة كده تحفة. الملوخية دي يا جماعة تطعيمتها قمر قمر قمر. يلا نعرف بقى ازاي بتتعمل بالتفاصيل، لان هي الصراحة ليها اصول كده في العمايل، مش اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة ديت معايا رابطة، رابطة اللي هي نص كيلو كده ملوخية. خلاص هنقعد بقى ايه نقطفها دلوقتي مع بعض. انا بقطف يا جماعه كده الملوخيه، وباخد ايه حته كده من العنق بتاعها. خلاص، يعني ايه شايفين كده وانا بقطف كده الملوخيه زي ما انتوا تشوفوا دلوقتي، باخد حته كده من العرق بتاعها. دي بقى يا جماعه اللي بتديلها مطه وبتديلها عرق كده، ما بتنطبخ بتبقى تحفه جدا. هو ده السر بتاع المطه بتاعتها والعرق بتاعها. خلاص، انا بقى طبعا قطفت بقيه الملوخيه كلها وغسلتها وصفتها اهو زي ما انتم شايفين كده، حطاها في المصفى. عايزاها تتصفى كويس جدا من الميه اللي فيها. خلاص، وطبعا انا بقى ايه فرمتها في الكب. حابه انت بقى تفرميها مثلا على ايديكي بالمخرطه، مفيش مشكله، اللي انت عايزاه اعمليه. انا بقى كنت عامله فراخ، ديت الشوربه بتاعت الفراخ بتاعتي. خلاص، انا ببقى عارفه المقدار بتاع الملوخيه بتاعي. خلاص يا جماعه، لو انت مثلا مبتدئه مش عارفه تعملي قد ايه الميه او الشوربه قصدي للملوخيه، ممكن تحطي الملوخيه في الحله الاول وتنزلي بالشوربه واحده واحده لحد ما القوام اللي انت تحبيه تقفي عليه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده انا ايه، عشان انا عارفه المعيار بتاع الملوخيه من نفسي. انا حطيت الملوخيه وربيتها هنا كده ايه بالمضرب. خلاص، وحط هنا يا جماعه معايا هنا ايه معلقه كبيره كده من الثوم المفروم، ومعايا كمان معلقه من الكزبره الناشفه. وايه، وزي ما انتم شايفين كده معايا طماطمايه هنا كده كمان مفرومه بشرها كده فرماها. وكمان معانا يا جماعه كنت حاطه في الطبق برضو مع الثوم والكزبره الناشفه ربع معلقه صغيره كده من الكربوناتو. عايزه اقول لكم بقى بيحافظ على لون الملوخيه، لو قعدت يومين اتنين عندك بتبقى لونها اخضر وجميل تحفه جدا. بصوا بقى حبيب قلبي، الرغوه اللي انتوا شايفينها دي في الملوخيه ده بسبب ان انا فرماها في الكبه. لو انت طبعا فرماها على ايديك، يعني عاملاها بالمخرطه، مش بتعمل الرغوه دي. خلاص، ولكن طبعا الرغوه دي كده كده بتروح دلوقتي، يعني دي مش مشكله خالص في قلب الملوخيه. هتشوفوها دلوقتي بتروح تماما تماما. هي بس عشان خاطر ايه انا فرماه في الكبه، انا الصراحه بستسهل بفرم الكبه، يعني بكسل افرم على ايدي الصراحه بالمخرطه. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الرغوه اساسا بتروح على طول، يعني اللي بيفرم في الكبه فاهم وعارف انا قصدي ايه. كده كده الرغوه اول ما بتسيبيها، اول ما تسيبي الملوخيه يعني على النار، كده كده بتروح لوحدها. خلاص، زي ما انتم شايفين كده انا معايا بقى طاسه كده صغننه، حاطه فيها ايه شويه كده سمنه بلدي وشويه زيت، وحطيت عليهم ايه راس توم كده حلوه. خلاص، عشان انا معايا نص كيلو ملوخيه، فراس توم كده حلوه وسط فرماها. خلاص، بخليها هتبدا تاخد اللون الاصفر، اقوم نازله عليها ايه بالكزبره الناشفه. بدي تشويحتين كده للكزبره الناشفه مع التومه. بقوم نازله بنص معلقه صغيره كده كمون. هتقولي كمون؟ اه، الكمون ده بقى يا جماعه بيدي نكهه للملوخيه تحفه تحفه تحفه. عارفه ان في ناس اساسا ما بتحطش الكمون خالص، بس جربوها حاجه كده تحفه حصري عندي وبس. جربوها تعجبكم جدا. خلاص، وللامانه برضو انا حطيت معلقه صغيره من السكر على الشوربه بتاعه الملوخيه، بس نسيت للاسف اصورها معاكم. انا قلت للامانه برضو اقول لكم عليها، السكر يا جماعه بيدي تسكيره حلوه جدا للملوخيه. خلاص، بيدي ايه زي تسكيره حلوه كده، هو والطماطمايه المفرومه دي بتدي تسكيره حلوه جدا للملوخيه. خلاص، طبعا بقى بعد ما التومه مع الكزبره الناشفه وشويه الكمون الصغيرين دولت بقى يتشوحوا كده، والثوم اخدت اللون الاصفر الحلو، رشينا بقى الملوخيه. شايفين قوامها تحفه جدا. انا يا جماعه من محبين قوام الملوخيه وسط، لا بحبه تقيل قوي ولا بحبه خفيف قوي، بحبه وسط. شايفين بقى الخضر بتاع الملوخيه، شويه ملوخيه بصوا في قلبك. تحفة جدا جدا جدا، خضرة وجميلة، ولا الطعم بتاعها تحفة. ما تنسوش تحطوا لها الفص الثوم الني ده مع شوية كزبرة كده ايه، في الاول تخلي الملوخية تغلي بيهم مع الطماطمايه، بتبقى حاجة روعة. خلاص، وما تنسوش معلقة السكر تدي لها تسكيرة هي والطماطمايه تحفة. كده معانا اجمل ملوخية حبايبي، مع السلامة.